انا مش طالعه اشتكي، انا طالعه اتكلم كأم قلبها بيتقطع وهي شايفه بنتها محتاره ومش عارفه تاخد القرار الصح. بنتي عندها 30 سنه، ويمكن في ناس تشوف ان السن ده مش صغير، بس بالنسبه لي هي لسه بنت صغير. اهم همي في الدنيا اشوفها فرحانه ومبسوطه. جالها فرصه جواز، واحد عنده 40 سنه، محترم جدا ومؤدب وذوق معانا بشكل يطمن، بيشتغل محاسب في شركه خاص وعمره ما اتجوز قبل كده. والسبب مش عارف فيه، لا بالعكس، هو أكبر أخواته. عنده 3 بنات أخوات، كان بيجهزهم واحدة ورا التانية، ورفض يفتح بيت إلا لما يطمن عليهم. واحدة اتجوزت والتانية قربت تتجوز والتالتة خلاص مخطوبة. لما الدنيا هديت بدأ يفكر في نفسه وبدأ يدور على بنت الحلال تعوضه صبر سنين. ومن هنا جت بنتي، وبنته وافقت عليه وفرحت بيه. احنا ما عندناش معارف كتير، وما كانش بيتقدم لها ناس زي البنات اللي حواليها، لأنها كمان ما كانتش بتشتغل. بعد الخطوبة طلبت تشتغل، وقالت له أنا عاوزة أشتغل وأساعد نفسي في جهاز من عربي. هو رحب جدا، بدأ يدور لها على شغل ويبعت لها ويشجعها، وفعلا لقت شغل كويس ومكان محترم ومرتب كويس. وقلنا خلاص ربنا يكملها من كل حتة، من كل ناحية ليها ومش شبه. بس هنا بدأت المشكلة، بعد ما نزلت الشغل بدأت تتغير، بقت مش مرتاحة معاه، وكل شوية تقول يا ماما فرق السن كبير، تفكيرنا مش زي بعض، انا مش عاوزاه. في الاول قلت يمكن توتر، بس الموضوع كبر وهي نفسيتها تعبت بجد، مش قادرة تتقبل فرق 10 سنين. بقت تحس انه مش مناسب، مش قادرة تشوف جزء المستقبل. والسبب الدنيا وسعت حواليها لما نزلت تشتغل، شافت ناس جديدة، شافت بنات زيها مخطوبين لشباب سنهم قريب لبعض بتفكيرهم وبروحهم. وللأسف في شاب معين شدها، مدير القسم بتاعها، عنده 35 سنة، مطلق بقاله 3 سنين، وعنده بنت وولد مع أمه. مستواه المادي عالي جدا وبيتعامل معاها باحترام كبير. سألها انت عندك كام سنة ومخطوبة، وهي قالت له ليه رغم انها مخطوبة، بس قلعت دبلة دايما. ومن ساعتها وهو عاوز يتقدم لها، وهي واضح انها بدأت تميل ليه. بس هنا بدأت المشكلة، بعد ما نزلت الشغل بدأت تتغير، بقت مش مرتاحة معاه، وكل شوية تقول يا ماما فرق السن كبير، تفكيرنا مش زي بعض، انا مش عاوزاه. في الاول قلت يمكن توتر، بس الموضوع كبر وهي نفسيتها تعبت بجد، مش قادرة تتقبل فرق 10 سنين. بقت تحس انه مش مناسب. وهنا انا اتكسرت، مش عارفة اقول لها ايه. سكت، ولا مش عارفة اقول لها ايه، اسكت ولا ازعق ولا ارجع لها ولا اسيبها تختار اللي قلبها رايح ليه. انا كأم شايفة ان اللي معاها مش وحش وراجل محترم وشريح، بس خايفة ترتبط بيه وهي مش مرتاحة، خايفة تتجوز وتتطلق وتاخد لقب مطلقة قبل حتى ما تفرح. وفي نفس الوقت خايفة تسيب راجل محترم وتندم بعدين. هو حرام لو سابته، هل كده هتبقى ظلماه ولا لا؟ يمكن تختار اللي فعلا يستاهلها وتعيش معاه صح. انا مش عارفة، كل اللي عارفاه اني مش عايزاها تتجوز وهي قلبها مش مرتاح، ومش عايزاها تعيش في هم مع واحد تاني لسه ما نعرفش نواياه. انا كأم قلبي بيتقطع ومش عايزة اظلم حد، لا خطيبها ولا هي. بس لو عندكم بنات هتفهموني، قولولي بالله عليكم، اسيب بنتي تكمل ولا اسمع قلبها وتبتدي من جديد؟ بصوا يا جماعة، الجواز مش بس ورقة وشقة وشبكة، الجواز عشرة وسكت وسكينة وطمأنينة. لو البنت دخلت على جواز وهي قلبها مش مرتاح، حتى لو العريس محترم على سنجة 10، هتعيش تايهة وجواها فراغ. وأنا كأم ما ينفعش أجبرها على حد مش مرتاحة معاه، ولا أسيبها ترجع ورا واحد. لازم تبص بعقلها وقلبها سوا، وتشوف مين فعلا اللي يستاهلها تبقى معاه. ده محترم وارتحت له، بس انت اللي هتعيشي معاه. لو قلبك مش معاه ما تكمليش، بس بشرط تبقي متأكدة انك مش بتهربي من حاجة كويسة علشان انبهرت بحاجة مش واضحة. شوفي نيتك وشوفي التاني عايز منك ايه فعلا. انا دوري افتح عينيك مش اختار لك، وسواء كملتي او بدأتي من جديد انا في ظهرك. يمكن القرار مش سهل، بس اللي متأكدة منه ان البنت اللي بتتجوز وهي مش مرتاحة هتخسر مرتين، نفسها واللي شاريها. دي كانت قصتنا، مستنية رأيكم في التعليقات، لان اوقات كلمة منكم ممكن تغير المصير.